نحن نعلم أن أوناحي دعم مصر على خاصية الستوري، وها هي مصر بدأت تقول الحقيقة وتعترف بإمكانيات أوناحي. تغنى الإعلام المصري بتألق الدول المغربي أوناحي بمباراة المنتخب الوطني وتنزانيا ضمن أولى مباريات المجموعة. وأكد المصدر المصري تحت عنوان أوناحي كأس العالم بدأ يعود أن اللاعب الدولي المغربي المذكور لمع بريقه أمام تنزانيا، والدليل هو حصوله على جائزة أفضل لاعب بالمباراة. أضاف المنبر المصري أن أوناحي قدم مستوى جيد أمام تنزانيا، مؤكدا أن هدف أوناحي بشباك تنزانيا سيمنحه الثقة بباقي أطوار المنافسة الأفريقية، لافتا إلى أن الهدف جاء بطريقة مميزة. من جانبها ذهبت صحف مصرية أخرى تشير بالمستوى الكبير الذي بدأ يعيشه أوناحي، قائلة إن الدول المغربي يسير بدرب استعادة مستواه المعهود، مشيرة إلى أن لاعب مارسيليا كان متميز أمام تنزانيا. إذا مباراة المغرب وتنزانيا أظهرت للعالم مقدرة أوناحي. هذا ما قاله الإعلام المصري بعد الضجة الكبيرة التي حدثت بين أوناحي والجماهير المصرية. بما أننا ذكرنا مصر، دعونا ننتقل إلى الضجة التي فعلها الدراجي. الضجة الحادثة بمصر سببها الدراجي يهاجم محمد صلاح ويقول له حان الوقت لكي تعتزل. انتقد الدراجي اللاعب محمد صلاح بعد خروجه مضطرا بالمباراة التي انتهت بين المنتخب المصري والمنتخب الغاني بهدفين لمثلهما. قال الدراجي أحيانا غياب النجم الأول لأي فريق أو خروجه لسبب ما يكون مفيدا أكثر من بقائه، لأنه يحرر البقية ويجعل منهم جنودا أشداء يتقاسمون المسؤولية ويخرجون كل ما لديهم. وهذا ما حصل لمنتخب مصر بعد خروج صلاح مصابا بمواجهة غانا رب ضارة نافعة. علق أحد المصريين على ما قاله الدراجي بالقول مباراة الرأس الأخضر مباراة التأهل، اليوم هو آخر درس لفيتوريا للكف عن العناد، فلنبدأ من حيث انتهينا. بينما قال آخر المنتخب المصري الشقيق بعد خروج صلاح منتخب مفعم بالروح والعزيمة والإرادة. إذن الدراجي ينتقد صلاح ويعتبر خروجه أحسن من بقائه ويتمنى أن لا يشارك بالمباراة القادمة، وهذا ما شكل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن تعليق الدراجي على المنتخب المصري دعونا ننتقل إلى المنتخب المغربي. الدراجي يقول المغرب هو المرشح الأول بين العرب والأفارقة وعند الشرق والغرب للفوز بالكان. تحدث الدراجي عن حظوظ المنتخبات العربية بكأس أفريقيا بعد تعثرها بمبارياتها الأولى بمجموعتها. أكد الدراجي أن المنتخب المغربي هو المرشح الأول بين العرب والأفارقة ومرشح عند الشرق والغرب وعند المغربي وغير المغربي. أضاف ترشيح الجميع لأسود الأطلس لانتزاع اللقب القاري يبقى طبيعيا بالنظر لإنجازه التاريخي بكأس العالم قطر باحتلاله المركز الرابع عالميا. كما علل ترشيح الأسود بسبب جودة لعب اللاعبين. إذن على غير العادة الدراجي يتغنى بأسود الأطلس ويتهجم على مصر وعلى منتخب بلاده. الدراجي قال بالماضي إن تعادل الجزائر مع أنغولا هو فشل حقيقي، وأكد من أنه يتخوف من المفاجآت قد تغير كل شيء ويتم إقصاء المنتخب الجزائري. هذا ما قاله الدراجي. وإن كان الدراجي يتغنى بأسود الأطلس، إذن لماذا الإعلام الجزائري يتهجم على كل ما هو مغربي؟ وهنا يطرح سؤال: ما وراء الحملات التضليلية المسعورة التي تقودها وكالة الأنباء الجزائرية خاصة الآن أيام الرياضة؟ نحن نتحدث عن نشر معلومات كاذبة ومغرضة وأيضا تغطية الشمس بالغربال. على ما يبدو أن هذه الحملات الخبيثة التي يشنها الإعلام الجزائري
تعود لاستراتيجيات معقدة تهدف إلى تعزيز السلطة وصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية التي تعاني منها الجزائر وتحقيق أهداف سياسية اقتصادية وجيوسياسية محددة. إذن الجزائر تحاول إخفاء أزماتها الداخلية بخلق عدو خارجي من جديد تزامنا مع المباريات الرياضية. أساسا وماذا ينتظر من أبواق الجزائر؟ وها هم اليوم منبوذين من داخل الكوت ديفوار، حيث أن السلطات الأمنية الكوت ديفوارية أطلقت تعليماتها باعتقال وحجز أي مواطن جزائري مشجع يرتكب أفعال مسيئة. وهذه تعتبر صدمة جديدة أيضا للجماهير الجزائرية بالكوت ديفوار بعد أن خلقوا الفوضى والفتن. الآن بعيدا عن هذا وذاك دعونا نعود إلى المنتخب الجزائري وما هي آخر الصفعات التي تلقاها. أولا، ما قصة وليد صادي؟ وليد صادي يحذر المسؤولين داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم من الفشل أمام بوركينا فاسو، ويؤكد أن أي فشل هذه المرة لن يغتفر، وقال يجب التركيز على هذا اللقاء أمام بوركينا فاسو. وواصل وليد صادي حديثه عن مشوار الخضر واردف بالقول يجب طي صفحة لقاء أنغولا والتطلع إلى مباراة بوركينا فاسو، حيث ينتظرنا مباراة مهمة أمام بوركينا فاسو يجب علينا الفوز بها بكل تأكيد وممنوع الخسارة. وطالب من الجماهير الجزائرية الموجودة بالكوت ديفوار أن تتحرك لتدعم المنتخب الجزائري. هذا ما قاله وليد صادي، وهذا ما يؤكد مقدار الصدمة والتخوف التي تعيش به الجزائر قبل مباراة بوركينا فاسو. وأيضا قبل مباراة بوركينا فاسو ماذا فعلت الكاف وصفعت بالماضي غاضب واتخذ قرار صارم بالكوت ديفوار وازعج الكاف. فما هو؟ يواصل المنتخب الجزائري بقيادة بالماضي تحضيراته لملاقاة منتخب بوركينا فاسو بعد التعثر المخيب بالجولة الأولى أمام أنغولا. كشفت مصادر أن بالماضي غاضب من ردة فعل الإعلام الجزائري بالكوت ديفوار وفي الجزائر بعد التعادل أمام أنغولا. وبحسب الصحفي ياسين قام وفقا لما سماها مصادر داخل المنتخب الجزائري أن بالماضي قرر غلق الحصة التدريبية لزوال اليوم. ووفق مصادر مؤكدة أن بالماضي منع جميع الصحفيين وجميع اللاعبين من أن يلقوا أي تصريح صحفي، وهذا الأمر يعتبر ممنوع ضمن سياسات الكاف. بالماضي يمنع الإعلام عن تغطية أي مقابلة صحفية بأي حق. بالماضي يفعل هذا. لهذا السبب الكاف أعلنت غضبها ووجهت تحذير شديد اللهجة بالماضي وقرار صارم، وهذا يعتبر ثاني تحذير يتلقاه بالماضي. أولا، قبل بداية البطولة عندما شاهدنا بالماضي يتردد على الملعب التي ستقام به المباريات وتم تحذيره من ذلك. الآن أيضا سبب آخر، وعلى هذا نبهت الكاف بالماضي أنه عليه أن يحضر الندوة الصحفية منتصف يوم الجمعة رفقة نجمها إسماعيل بن ناصر، وإلا الكاف سوف تعلن عن عقوبات. وهذا ما كنا نقوله دائما، الكاف يدعى قرارات وعلى الجزائر احترام هذه القرارات. بالماضي يريد اختراق القرارات وعدم تنفيذها، فكيف لهذا أن يحدث؟